اتمردت على كل التقاليد وخرجت بره كل التوقعات، ونجحت انها تبقى اول عمدة في الصعيد وباجماع كمان. لا وايه ده، الرئيس السيسي كرمها بنفسه. ايفا هابل اول عمدة ست مصرية، ازاي قدرت توصل للمنصب ده وليه الرئيس السيسي كرمها وازاي نجحت في منصبها؟ كل ده تفاصيل هنعرفها مع بعض في الفيديو. في الصعيد في عادات وتقاليد ماشية زي السيف، الرجولة والشهامة والكرم والاحترام دي حاجات متورثة من جيل لجيل. بس في وسط كل ده ظهرت ست كسرت القاعدة كلها، قررت تعمل اللي محدش قدر يعمله قبلها. ايفا هابل أول ست في تاريخ مصر تبقى عمدة. أيوة، عمدة بجد، مش تمثيل ولا حكاية خيالية. القصة بدأت لما والدها اللي كان عمدة قرية كومبوها في أسيوط رحل سنة 2002. من ساعتها الكرسي فضل فاضي. الناس كلها كانت متعودة إن العمدة لازم يكون راجل قوي وله كلمة وسط البلد. لكن لما جت انتخابات 2008 إيفا قررت تدخل المنافسة ضد ست رجالة من كبار البلد. الناس استغربت ساعتها وقالوا إزاي ست تبقى عمدة؟ بس هي كانت شايفة غير كده. اتربت وهي بتتفرج على أبوها في الدوار بيتكلم مع الناس، بيحل مشاكلهم، بيسمع الكبير والصغير. كانت بتتعلم من كل كلمة بيقولها وكل قرار بياخده. ولما جه وقت الجد الناس شافوا إن الست دي تستحق، مش عشان بنت العمدة لكن عشان عندها عقل وحكمة وموقف. وفعلا سنة 2008 اتعينت أول ست تمسك العمدية في مصر كلها. ومن اليوم ده إيفا كسرت تقاليد كانت ماشية من مئات السنين، وأثبتت إن المنصب مش بالقوة، المنصب بالعقل والعدل. فضلت في منصبها لحد 2013 وكانت مثال في الحيادية، كانت بتسمع الكل، تحكم بالحق، مفيش مجاملة ولا تحيز. بعدها اتكرمت من الرئيس السيسي 2018 على مشوارها وإنجازها الكبير. الجميل كمان إن إيفا ما كانتش في بالها أصلا تبقى عمدة، كانت محامية ودرست في القاهرة وسافرت بعد التخرج تشتغل وتعتمد على نفسها. بس لما أبوها تعب ورجعت البلد الناس شافوا فيها القوة والحنية في نفس الوقت، وده خلاهم يختاروها بإجماع لأنها كانت قريبة من الكل، بتحل وبتسمع وبتتصرف زي الراجل بعقل الست. من يومها بقت إيفا رمز مش بس في أسيوط لكن لكل بنت مصرية عايزة تثبت إن مفيش حاجة اسمها ده شغل رجالة. وعلى فكرة إيفا قبل ما تبقى عمدة انضمت للحزب الوطني سنة 1994 واتدرجت في العمل السياسي لحد ما بقت أمينة المرأة في قريتها. بعدها ترشحت لعضوية مجلس محلي مركز ديروت وقدرت تحقق فوز كبير بحصولها على أعلى عدد من الأصوات. نجاحها ده شجعها إنها تكمل، فرشحت نفسها على عضوية مجلس محلي المحافظة عن الحزب الوطني وفازت بالمقعد فعلا. وأخيرا بقت عمدة مفيش زيها، وناس كتير بعدها تشجعت إنها تاخد الخطوة دي وبقوا عمدة في بلدهم. إيفا هابل الست اللي قلبت معادلة الصعيد وخلت التاريخ يكتب إن أول عمدة ست في مصر كانت من الوادي، من كومبوها الصعيدية. دلوقتي قول لنا، شايف إن الست تقدر تنجح في مناصب قيادية زي العمادية؟